في ناس كتير عندها قناعة إنها عشان تخس وتفقد وزن لازم تمنع الدهون نهائيا. المعلومة دي مش صح، لأن في جزء من الدهون بنسميه الدهون المفيدة أو المطلوبة. هي الدهون دي مطلوبة في إيه؟ الدهون دي مطلوبة لأنه مستوى التركيز بتاعي واللي بيوصل الطاقة اللي بتوصل للمخ بتوصل عن طريق الدهون. في جزء من الدهون أنا بحتاجه للجسم عشان يسند الأعضاء الداخلية اللي موجودة. في جزء من الدهون مهم عشان امتصاص الفيتامينز، في فيتامين A و K و E و D، دي نوع من الفيتامينز بيمتص في الوسط الدهني، فلازم يبقى فيه دهون في الاكل. لكن السؤال المهم، ايه نوع الدهون اللي انا جسمي محتاجها؟ الدهون اللي انا محتاجها خلي بالك ممكن اخدها عن طريق البروتين، يعني اللحمه او الفراخ في جزء من الدهون موجود فيه. في دهون مفيده ممكن تكون موجوده في المكسرات، دي مفيده. زيت الزيتون، الزيوت النباتيه، دي كلها فيها نوع من الدهون المطلوبه اللي احنا بناخدها بنظام متوازن مع العمليه او مع نزول الوزن. اللي مش مطلوب نوع الدهون اللي هي بتهاجمني او اللي مش كويسه، زي اللي موجوده في الحاجات المقليات او الموجوده في الشيبسي. دي دهون ضاره بتتراكم حوالين البطن، تعمل دهون حشويه، تعمل مقاومه انسولين وتضرني على المدى البعيد. متابعتك بعد العمليه مع نظام تغذيه متوازن وصحي ومثالي بيخليك تعرف تاكل ايه وامتى وازاي عشان توصل لوزن مثالي.